طيب مطعم ماجولد ده تقريبا اشهر مطعم بيعمل بيتزا في مصر هو بريموس بيتزا، وكالعاده عشان تبقى مقارنه عادله تماما وعشان ما تاثرش باسم البراند ولا الباكجينج ولا السعر، فانا هخلي حد يفضي البيتزات دي في اطباق وهبقى زيكم لا عارف مين فيهم المشهور ولا مين فيهم المجهول. نركن دي بقى على جنب. ويعني كشكل مبدئي البيتزا دي انا احس ان هي هربانه من ايطاليا على البيت بتاعي على طول. واو يا جدعان بجد اقسم بالله انا بقالي كتير ما اكلتش بيتزا طعمها جامد قوي كده. ويلا بينا بقى على البيتزا التانية. ويعني دي بقى بالرغم انها تبان حجمها اصغر بس صوص الرانش المحطوط عليها لسه محافظ على القوام بتاعه بالرغم ان هي بردت وسخنتها وبتاع. يا نهار ابيض. ماشي حلو قوي برده. قدم لنا طعمها قوي. تقريبا اول مره يبقى المطعم المجهول والمطعم المشهور الاثنين بيقدموا طعم جامد جدا لدرجه ان انا مش قادر افرق ما بين الاثنين. بس الصراحه في المقارنه المره دي فاللي فاتت كان طعمها احلى واروق بكتير. فبقى مين فيهم مجهول مين فيهم مشهور؟ دي المجهوله اوف. فبكده بقى المطعم ده يستحق اللي احنا نقول على اسمه وهو جوريلا بيتزا.